بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم في موضوع واحد بس، فلو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. هو الموضوع بيعتبر موضوع عاجل جدا، هو مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك. أعلن مرتضى منصور تقدمه باستقالته من أي منصب له داخل الزمالك، وآخرهم كان رئيس لجنة الاشتراكات، وقال: أنا خارج الزمالك الآن وخارج المشهد ومشجع من الدرجة الثالثة فقط. وقال: أقول لممدوح عباس ارفع الحجز عن أرصدة الزمالك البالغة 100 مليون جنيه. وقال: أمير مرتضى منصور رحل منذ شهرين ورفض العودة. وواصل وقال: أنا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل، ومن يريد الترشيح فليتفضل. وواصل: الزمالك مديون ب 140 مليون جنيه لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى غرامة سبورتنج لشبونة تمنعنا من القيد. حاولت مع اتحاد الكرة وتصرفت في 30 مليون جنيه لقيد القائمة الأولى. وقال: أترك النادي في خزينته 20 مليون جنيه، ولم أتنازل عن دولار واحد من قيمة غرامة كهرباء. إذا لم يدفع سيقف، وإذا دفع سنحصل على 2.5 مليون دولار بما يعادل 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه محجوز عليهم، يعني حوالي 200 مليون جنيه. وبالتالي هذا المبلغ ستحل مشكلة كبيرة للصفقات الجديدة ومستحقات اللاعبين. وقال: أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك، وهو أقر في سنة 2018 بأننا النادي الوحيد الذي سدد كافة الضرائب الموقعة عليه. وقال كمان: سليمان وهدان كان من المفترض ان هو يتولى منصب الرئيس لكن رحل، لذا الانتخابات ستكون على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة. وأتم مرتضى منصور تصريحاته وقال: أقول لممدوح عباس الأزمة بيننا انتهت وأنا خارج نادي الزمالك. ده بيعتبر خبر لسه نازل دلوقتي في قناة نادي الزمالك، وعلى كذلك المواقع كلها بتتكلم عن ان مرتضى منصور خارج نادي الزمالك في الوقت الحالي. لو احنا هنتكلم في الموضوع ده، بيعتبر ان مرتضى منصور خلاص قدم استقالته من نادي الزمالك بسبب ممدوح، ان ما مشكلته مع ممدوح عباس ان هو له بيقول لك ان في حجز ل 100 مليون جنيه. هو عايز ال 100 مليون جنيه دولت مع فلوس كهرباء، هيبقى عنده 200 مليون جنيه، ده يقدر يشتري بيها الصفقات الجديدة. وقال لك كمان ان الزمالك عنده مديونية ب 140 مليون جنيه لاتحاد الكرة المصري، زائجه كمان بالإضافة إلى غرامة سبورتنج لشبونة. كمان الاثنين دولت بيمنعوه ان هو يعمل القيد، ولكنه هو تصرف في 30 مليون جنيه حتى عشان يأيد القائمة الأولى، وأيد القائمة الأولى ودفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة المصري. وقال كمان إن أنا ماشي وسايب 20 مليون جنيه، وقال لك إن أنا مش هتنازل عن دولار واحد من قيمة غرامة كهرباء، وإن كهرباء لأن المعروف إن بكرة بإذن الله هو القرار بتاع الفيفا بالنسبة لموضوع كهرباء. لو كهرباء بكرة ما دفعش فهيحصل لكهرباء ان هو هيحصل يتجمد له 6 شهور، وده بكرة بإذن الله. لو كهرباء ما دفعش فتعتبر ان كهرباء، تقدر تقول ان كهرباء بكرة هيبقى خلاص تجمد 6 شهور، فلازم يدفع الفلوس. ده بالنسبة كمان لموضوع كهرباء. وبعدين قال لك كمان ان وزير المالية لازم يرفع الحجز عن الزمالك، على اساس ان الزمالك كان لغاية 2018 ما كانش عنده اي ضرائب المفروض يدفعها. واتكلم كمان عن سليمان وهدان، ان سليمان وهدان مشى وكان المفروض ياخذ منصب الرئاسة، ولكن ده ما حصلش. فدلوقتي في انتخابات هتبقى دلوقتي موجودة، الانتخابات هتبقى على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من اعضاء مجلس الرياضة. وبعد كده في النهاية خالص اكمل وقال
وأتم وقال ممدوح عباس: الأزمة انتهت بيننا وأنا خارج نادي الزمالك. يعني خلاص ده الموضوع يا جماعة. ألف شكر على أنكم استمعوا له وتعملوا